السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا. هذا أول رمضان اللي نطفي فيه تلفزيون ما نشاهد حتى برنامج. قد يتساءل البعض لماذا؟ راح نقول لكم لماذا. من خلال متابعتي للحلقات الأولى من بعض الأعمال لاحظت أن بعض المسلسلات تعاني من ضعف في السيناريو، ولا تقدم في كثير من الأحيان قيمة فنية أو إنسانية حقيقية، لدرجة تجعلك تشعر وكأنك متابع عملا مستوحى من بيئات بعيدة عن واقع المجتمع الجزائري. وفي المقابل نلاحظ حضورا قويا للحملات الإعلانية مقابل غياب شبه تام للبرامج أو الأعمال الدينية والتوعوية التي كانت في وقت سابق جزءا أساسيا من الشبكة الرمضانية. كما أن بعض الأعمال تطرح مواضيع كالعنف والمشاكل الاجتماعية بشكل متكرر دون تقديم معالجة تربوية أو توعوية، وهذا ما قد يعطي أحيانا صورة غير دقيقة عن طبيعة المجتمع الجزائري وقيمته، ويساهم في تشويه المجتمع الجزائري. ومن خلال قراءة عامة لمجريات الأحداث يمكن أن أقول أن بعض الإنتاجات التلفزيونية أو معظمها أصبح هدفها الأساسي تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وعائدات إعلانية، بدل التركيز على تقديم محتوى يفيد المجتمع أو يساهم في التوعية. ولا يمكن إنكار وجود بعض محاولات الجيدة التي تسعى لتقديم محتوى محترم، وهو أمر يستحق التشجيع والدعم من طرف المشاهد، مثل مسلسل نحو الأمية. لكن هذا التفاعل الكبير مع هذه الأعمال يدفعنا للتساؤل: هل أصبحنا ننسى أن شهر رمضان هو في الأساس شهر عبادة وطاعة وصيام؟ كما أن كثرة الإنتاجات مع تراجع ملحوظ في جودة بعضها إلى جانب دخول بعض صناع المحتوى الجدد إلى مجال التمثيل يطرح نقاشا حول معايير العمل الفني اليوم. ربما قد حان الوقت لإعادة النظر في اختياراتنا كمشاهدين، ودعم الأعمال التي تحترم قيم المجتمع وتقدم محتوى هادفا. لكن هذا التفاعل الكبير مع هذه الأعمال يدفعنا للتساؤل: هل أصبحنا ننسى أن شهر رمضان هو في الأساس شهر عبادة وطاعة وصيام؟ كما أن كثرة الإنتاجات مع تراجع ملحوظ في جودة بعضها إلى جانب دخول بعض صناع المحتوى الجدد إلى المجال التمثيل يطرح نقاشا حول معايير العمل الفني اليوم. ربما قد حان الوقت لإعادة النظر في اختياراتنا كمشاهدين، ودعم الأعمال التي تحترم قيم المجتمع وتقدم محتوى هادفا. وفي النهاية لم أذكر أسماء أي مسلسل، لأن الهدف من الفيديو تاعي ليس الهجوم، بل فتح باب النقاش حول واقع الدراما الرمضانية في الجزائر. وفي الأخير شاركوني آراءكم: هل ترون أن الدراما الرمضانية اليوم تعكس فعلا واقع المجتمع الجزائري، أم أنها تسير في اتجاه مختلف وسلبي؟